صباح الخير بنات، صباح العافية على عيونكم. شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب كلكم بخير وبصحة وبعافية. اعذروني شوي اليوم بلاعيمي توجعني. اليوم حبيت أشارككم طبعا طبختنا لأن صار مقطوعة هواية عن القناة تقريبا فوق الأسبوع. يعني قلت لكم والله عندنا شوية شغل بالبيت، فجاي نحاول نكمل وأصور لكم. اليوم طبختنا كبسة. فللكبسة ايش راح استخدم؟ فلفل، بصل، او بوتيتا، او هاي عندي دجاج غاسلته هماتين ومقطعته. عندي هاي نص دجاجة لان بنات قلت لكم احنا قليلين، فنص دجاجة كلش كافي علينا. وتمن هماتين منقعته، او هذا المعجون. وعندي هنا هماتين سنين ثوم اختياري. فبنات بما انه الكبسة يعني كثرة طرقها، فكل من يسوي على مزاجه، وكل من يحط يعني كل اللي يستخدمون الأدوات، كل من يحط بكيفه. اكو ناس تحط اندومي، اكو ناس تخلي شعرية، اكو ناس. انا حبيت بصل وفلفل وبوتيته والثوم بس، اكثر من هيجي ما حبيت اخلي. فهنا راح اروح للجدر. هنا بنات بديت اقلي الدجاج. هسه بس عندي الدجاج يعني يصير لونه ذهبي، اضيف له البصل والبوتيتا والفلفل. هنا بنات ولا تقولوا لي يعني زيت هوايه، لان هذا راح اطبخ لي السمن فمو هوايه. هنا بنات بس بدا عندي الدجاج يصير لونه ذهبي، راح اضيف المكونات. همتين اخليهم ينحنسون الى ان ياخذون اللون الذهبي، بعدين اضيف معجون. بنات التوابل اللي راح اضيفها: ثوم مطحون، فلفل اسود، كركم، بصل مطحون، مع هذا قرفة، حبايتين هيل. وبنات التوابل اختيارية، يعني كيفكم انتو شنو تحبون حطوا. اكو ناس تخلي نومي بصرة، اكو ناس تخلي 7 بهار. صراحة اليوم انا ما متوفر عندي فخليت هاي التوابل. هنا بديت احمس بيهم كلهم سوا الى ان ياخذون اللون الذهبي، بعدين اضيف عليهم المعجون. هنا بنات ضفت لها المعجون، خليت المعجون يحمس، حضيف لها المي. شوفوا شلون صارت، لان اني بنات ما راح اطلعها من التشريب واحمسها او اشويها الدجاج. راح اخليها يعني هي حمس، هي سلق ويا التشريب ويا التمن اخليها. اكو بنات لا، من يشوفون الدجاج استوى يطلعونه من التشريب ويحمسونه ويخلون تمن الكبسه واحد. لا، انا اليوم حبيت تمن والدجاج سوى. هنا بنات ضفت لها المي وحقبقها وخليها تستوي. من يستوي الدجاج اشوفه يعني الدجاج استوى، اضيف التمن. وبنات بالنسبة لبعض التعليقات، اكو بنات يكتبوا لي شنو ما حد يعرف يطبخ، ما حد يعرف ينظف، صورينا طلعات، فلوقات، مشتريات، حاجات تسوق. بنات اني اطلع واتسوق، مو ما اطلع بس، اني فيديوهاتي قلت لكم فقط داخل البيت، يعني برا ما اقدر، كوننا يعني احنا بمنطقة شعبية وهاي يعني شوية زحمة المرة تشيل الموبايل وتصور وهاي، فشوية يعني شلون زحمة تحسوها. فاني
أقول لكم يعني أنتم كلكم شاطرات ونظيفات ومعدلات، وأنا قلت لكم يعني سابقاً إنه روتيناتي تحفيزية وليست تعليمية. يعني أحفزكم، اللي أشوفه يعني اللي تشوف في الفيديو مالتي وهي تعبانة مثلاً أو مكسلة وعندها خمول، تشوف الفيديو مالتي تقوم تشتغل وتسوي شغلها. هاي الفيديوهات مالتي مو قصدي أعلمكم، لا. فأنتوا يعني إذا ما يعجبكم الفيديو مالتي، بعض البنات تعليقات السلبية مع احتراماتي للزينات، لا تدخلون. كيفكم، انتم ما مجبورين. فأني فقط يعني شنو جاي يعني أحفز البنات. أو بالنسبة لبعض المتابعات اللي قالوا لي شلون تنظمين وقتك وشلون يعني تكملين شغلك. بنات أنا تعودت على قعدة الصبح من طلاب، يعني مو عندي طلاب من قعدة الصبح، يعني متعودة. فهذا إن شاء الله الروتين ما أغيره مال قعدة الصبح. يعني أقعد الساعة ب8، أبلش أتريق. ورا ما أتريق رأساً على المطبخ بنات، أغسل مواعين الريوق، أنظف الطباخ، أمسح القاع، الغراض شوية أمسحها على السريع على السريع والخالي. بعدين تكرمون أروح على الحمامات، أغسل الحمامات. إذا عندي مثلاً ملابس أشغل الغسالة. وبما أنه يعني الدنيا صيف بنات، حاولوا بين يوم ويوم تغسلون ملابس، لا تخلونها 3 أيام. أولاً تسوي ريحة مو طيبة، وثانياً هماتين يعني شلون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلم الشيل مو زين. فحاولوا بين يوم ويوم يعني تغسلون الملابس. فأغسل الحمامات، أغسل الملابس، بعدين أروح أرتب فراشات الجهال، أكنس البيت، أمسحه، أطلع على الحوش هم أغسله. وهيك خلص الوقت. أجي أشوف شو عندي طبخة هماتين يعني أطبخ. فأنتوا بنات حاولوا تنظمون وقتكم. يعني الواحد إذا ما يقعد من الصبح ما يكسب النهار من أوله. أنتي لا تقعدي لي ساعة بال10 أو بال11 تقولين النهار قصير، لا، حاولي تقعدين من وقت وشوفي النهار شلون طويل. فبعض البنات سألوني قالوا شلون تنظمين وقتك. أنا بنات يعني أقعد من الصبح، أقعد من الصبح ما عدا يعني أقعد الحمد لله والشكر على صلاة الفجر هماتين ساعة ب3:30 أوقت الموبايل أقعد بين ما أتوضأ هم شوية أقرأ قرآن، أذن أصلي، أرجع أنام ساعة ب8 أقعد أكمل باقي شغلي. هذا يعني هذا روتيني. يعني إذا واحد يقعد من الصبح وينظم وقته، حتى إذا مثلا عندك غسل فراشات، عندك حملة تعزيل، عندك تخلصين من وقت، مو مثلا يعني تظلين نايمة للساعة ب11 الظهر أو بال10 وتقعدين تريدين تسوين حملة على البيت، فما تقدرين أنتي. يعني شنو يعني راح نص النهار راح. فأنتي إذا تحاولين تقعدين من الصبح يعني ساعة ب8 7:30 8، فراح أنت تكسبين النهار بطوله. يعني تبي تخلصين شغلك، إذا عندك حملة تنظيف تخلصين وبعد النهار ما خلصان. يعني شنو قعدتي من الصبح. فحاولوا تستغلون وقتكم بنات، تقعدون من الصبح شو اسمه تهون البيت، تفتحون شبابيك. لا تقولون يعني دنيا صيف ما يحتاج نهوي مو مثل الشتاء، لا بنات، البيت قد ما تهوى وطبت له رائحة نظيفة وطلعت الرائحة حشاكم المزينة، وطب له الملائكة والبركة والرزق. فهذا كان يعني جوابي على سؤال أحد المتابعات اللي قالت لي شلون تنظمين وقتك. وإن شاء الله أكون فتك يا حبيبتي. هنا بنات ضفت التمة، شوفوا. هسه راح أخليه يستوي وأشوفكم طريقتها النهائية، إن شاء الله تعجبكم. الكبسة مالتنا صارت جاهزة. شوفوا بنات شكلها شلون. يعني الدجاج عبالك مقلاي إذا تقلينه بالبداية. بداية تحطين الدجاج بالجدر وتقلينه تحمسينه، يعني عبالك طلعته ومقليته، أحسن من ما تقوم تطلعينه من التشريب وتقلينه النار. وبعد هنا هماتين سويت لبن وخيار، وما ننسى طبعا معشوق المائدة الرقي والبطيخ. وهذا كان غدانا لليوم.
وإذا بنات عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك، لأن اللايك عندي كلش ضعيف، ويعني شون اللي يشاهدون المقطع 400 500 واللي يحطون اللايك 20 أو 30 واحد. فاللي أرجوه منكم بس اللايك والاشتراك. يعني اللايك والله ما جاي يفيدني بشي، بس مجرد يصعد القناة ويقترحها على القنوات الأخرى. ولهنا أقول لكم إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني بلايك واشتراك، وأترككم بأمان الله وحفظه. مع السلامة.